يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد معانا النهارده، وفيديو النهارده مهم جدا لكل ست بيت بتحب التوفير بيفرق معاها. طبعا الظروف صعبه على الكل، ربنا يعيننا جميعا. ان شاء الله محدش هيدخل الفيديو الا وهيطلع مستفيد. هقول لكم على شويه افكار ان شاء الله تنفعك وتفيدك كده في التوفير، وكمان نحاول ان احنا ندخل الفراخ يعني بشكل اكتر شويه، لان طبعا زي ما احنا عارفين الفراخ غليت وكل حاجه غليت وولعت. بس بشكل يعني بالاخص الفراخ واللحمه والسمك اللي هو لا غنى عنهم يعني. وفي لو انت عندك اطفال او حد كبير في البيت بيبقوا محتاجينه بشكل اكتر مننا شويه. فطبعا الموضوع بقى صعب شويه، وكمان الاولاد لما بيلاقوش مثلا حاجه زي كده على الاكل الاغلب بيرفض ان هو ياكل. فنحاول ان احنا ندخل حتى لو حاجات بسيطه او بكميات اقل شويه من اللي احنا معتادينه، مفيش مشكله. ولكن يعني المهم ان هو يكون موجود على الاكل، وهو ده المهم بالنسبه لنا، لان كل هدفنا بس ان الاطفال دي تاكل. بصوا بقى، هنا دول كانوا 4 فرخات. طبعا انا الفيديو ده مصوراه في اسماعيليه. دول 4 فرخات ماما جابتهم لي. فزي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، الفراخ يعني كانت كبيرة، حجمها كبير. فأنا بصراحة لأول مرة يعني باقطّع. يعني مثلًا كنت ممكن مثلًا لو جِبت فرخة والّا حاجة ممكن أقطّعها عندي في البيت، وممكن أقطّعها مثلًا على 4 أجزاء، تمام. إنما الفراخ دي طبعًا زي ما قُلت لكم أنا عاملاها أصلًا، الفيديو ده عاملاه بغرض إني أنا أصوّره لكم، واحاول إني أنا يعني إيه، أفيد حد لو مثلًا عندِك مثلًا 3 أطفال، 4 أطفال. فطبعًا ربنا يعني يعيننا جميعًا، فالفيديو ده هيفرق معاكِ جدًا. بُصّوا بقى، دي فكرة، والله لو عجبتِك تمام، ما عجبتكيش برضه تمام، أنتِ مش خسرانة أي حاجة. أنتِ بتتفرّجي واللي ينفعِك اعمليه، لو أنتِ ظروفِك سامحة لِك خلاص تمام، اللي يريّحِك. بُصّوا، دول 4 فرخات أنا قطّعتهم إزاي. قطّعت الفرخة على 8 قطع، وخرّجت منهم كمان الهياكل. إيه هي الهياكل؟ الهياكل دي بتبقى عبارة عن اللي هو السلسلة اللي في النُص، اللي هي بين الوركين، اللي هي القطعة اللي في النُص دي. طبعًا الهياكل دي المفروض إن هي بتترمي تمام كده، ولكن بصراحة وللأمانة أنا شُفت حد على اليوتيوب بيعمل الموضوع ده، فقُلت إني أنا أجرّبه معاكم. أنا بصراحة يعني أول مرّة في حياتي أعمل الموضوع ده بأمانة ربنا. ولكن أنا قُلت هاجرّب، يعني ما دام في ناس بتعمل كده ليه لأ، ليه ما أجرّبش؟ والله الموضوع نفعني تمام، ما نفعنيش برضه تمام، أهلًا وسهلًا. أنا خدت الفكرة وهاجرّبها، لو نفعتني ماشي. وبرضه قُلت إني أنا أعرضه لكم، لعل وعسى ممكن يكون حد يعني يستفيد منّي ويعمل الموضوع وينفع معاه، اللي ما ينفعش معايا ينفع مع غيري، والعكس صحيح. وكله بيرجع في الآخر لإمكانياتِك وظروفِك واللي بين إيديكِ. يعني أكيد مش هيبقى يعني مثلًا مش هيبقى مثلًا معاكِ الفلوس، أو أنتِ مقتدرة إن أنتِ تجيبي لولادِك وهتستخسري فيهم. ولكن لو ظروفِك صعبة زي ناس كتير جدًا الأيام دي، يبقى تقدري إن أنتِ تعملي كده. بُصّوا بقى، هنا ما شاء الله أنا كده كنت قطّعتهم. طبعًا أنا قفلت الكاميرا لإني في إسماعيلية ما فيش stand أو يعني أي حاجة إن أنا أصوّر بيها. فطبعًا كنت باصوّر بالموبايل بتاعي بإيدي كده، فحبيت بس إن أنا أوريكم كده الحاجة سريعًا، مقتطفات كده، ومنها أقول لكم برضه الفكرة. الأول بنغسل الفراخ بإيه أو الطيور بإيه عامةً، بتنقعيها في شوية مَيّة وحبّة دقيق وكمان ملح وليمون، مش أكتر من كده. الخل بيزفّر الطيور عامةً. قطّعتها إزاي؟ قطّعتها الفرخة قطّعتها على 8 أجزاء، وخرّجت منهم الهياكل. إيه هي الهياكل؟ اللي هي القطعة اللي بين الوركين، وكمان اللي هو القفص الصدري اللي في النُص ده، اللي هو بين اللي هو بين الصدرين الاتنين. القطعة اللي في النُص دي يعني اللي هو بالضبط القطعة اللي في النُص بطول الفرخة، الحتتين دول بيتشالوا. اللي هو القفص الصدري اللي هو بين الصدرين دول بالزور، وكمان القطعة اللي هي اللي تحت اللي بين الوركين زي ما قُلنا، دول بنطلّعهم. ودول بيبقى اسمهم هياكل. الهياكل دي أصلًا كنا يعني أنا أفتكر كانت بتتجاب تتعمل للقطط وكده يعني. ده الكلام ده طبعًا كان زمان، أيام ما كانت الحاجة ببلاش. أيام ما كان الفلوس فيها بركة يعني وكده. المهم يعني الهياكل دي دلوقتي حاليًا في ناس بتشتريها من الفرارجي، يعني في ناس بتقف عند بتاع الفراخ تقول له عايزة كيلو هياكل، نُص كيلو هياكل، بيأكلوها لولادهم، بيعملوا عليها شوربة مثلًا ويستخدموها أيًا كان. فيعني ربنا يا رب يكون في عون الغلبان يعني. بُصّوا بقى، لو أنتِ عندِك الفرخة مثلًا ما شاء الله كبيرة وكده، ممكن يكون الورك عندِك كبير، تقدري إن أنتِ تقطعيه على 2، تقطعي الدبوس لوحده واللي هي القطعة التانية أو اللي هي اسمها الفخدة دي على جنب. ولو الدب ال ال الورك عندِك صغير خلاص يبقى تسيبيه زي ما هو كده، ما فيش أي مشكلة.
انما الصدر طبعا زي ما انتم شايفين الفراخ كانت ما شاء الله كبيره، فقطعت الصدرين قطعتهم على 4 قطع. زي ما انتم شايفين اهو، بصوا حتى تحسوها كده يعني ايه مليان. تقدري بقى تطلعي منها ايه الفرخه دي، تقدري تطلعي من الصدر ده مثلا شاورما، تقدري تطلعي شيش طاووق، تقدري تطلعي بانيه، ناجتس، ستريبس. تقدري بصي شكلي ونوعي واعملي اللي انت عايزاه، فنيني بقى في الفراخ بتاعتك. هاتي يا ستي لو انت مفيش في مقدرتك ان انت تجيبي، ولكن طبعا بيفرق. يعني انت لو جبتي الفراخ على بعضها كده وقطعتيها انت وشفتي احتياجاتك واكلاتك وولادك بيحبوا ياكلوا ايه وتطلعي منها اكتر من حاجه زي ما انتم شايفين كده. انا طلعت على فكره بالمناسبه طلعت الاجنحه لوحدها، انا اول مره بقول لكم اعمل الموضوع ده، والله العظيم ربنا يحاسبني. طلعت الأجنحة لوحدها، واللحمة اللي هي حسيتها إن هي مثلًا من الصدر كده يعني واقعة، نعمت مثلًا من لمّا نقعتها مثلًا في المَيّة شوية أو كده، بقيت أشيل الحاجات اللي هي الزيادات دي وطلعت منها شوية شاورما. لو طلعتهم في وقتها وحسيتهم مثلًا قليلين ممكن أعمل بيها صينية نجريسكو مثلًا في يوم، ويبقى اليوم كده واتقضى. فاهمين الفكرة إيه؟ ممكن أعمل صينية النجريسكو دي بحبة الفراخ الصغنطاطين اللي أنتم شايفينهم دول، وأعمل جنبها أطلّع جنبها مثلًا كيس الأجنحة اللي أنا شيلته ده، وتبقى كده أكلة. فاهمين الفكرة في إيه؟ الفكرة إن المهم يبقى في فراخ في الأكل. طول ما فيش فراخ أو لحمة أو الكلام ده كله على الأكل، تحسي الطفل مش عايز ياكل أكل أرداحي بمعنى أصح. هو طبعا كله نعمة وفضل وخير والحمد لله وأحسن من غيرنا وكل حاجة، ولكن برضو الأطفال مش هيستوعبوا الحتة دي شوية. فاحنا كده طلعنا ايه مع بعض؟ طلعنا أجنحة، طلعنا دبابيس، طلعنا الصدور لوحدها. تقدري زي ما قلتلك تعملي من الصدور دي تطلعي منها بانيه. لو انت حابة ان انت ترققي مثلا قطعة يعني الصدر مثلا تقللي في حجمه شوية، تقدري تطلعي منه بانيه، تقدري تطلعي منه شيش طاووق، تقدري تطلعي منه شاورما، تطلعي منه وتعملي ناجتس، تعملي كفتة فراخ، برجر فراخ. اللي انت عايزاه كله اعمليه. دلوقتي كلنا اللي بيحكمنا الظروف، فعلى حسب امكانياتك اعملي. انا للامانه طبعا تقطيع الفرخه على 8 قطع دي عاديه جدا، وتقدري ان انت تعمليها مفيش مشكله. بحيث برضو من ناحيه تانية لو انت اطفالك مثلا اكلتهم محدوده جدا زي يعني زي اي طفل، ف عشان مثلا ما تحضريش فراخ، يعني مثلا ما تحطيش قدام ابنك مناب كبير فيبهدله، بالفراخ طبعا بتنشف، ما بيبقاش من الحلو قوي ان هي تتسخن والكلام ده. فالاحسن ان هي القطعه تبقى صغيره بحيث ان انت تحطي قدام القطعه يخلصها. فاهمين الفكره ايه؟ ومن ناحيه تانية ان هي برضو هترمي معاكي ايه اكتر من اكله. يعني الفرخه بدل مثلا ما بنعملها على يوم، على حسب برضو يعني عدد افراد الاسره، اكيد فردين مش هياكلوا زي 4، مش هياكلوا زي 6، وهكذا. بدل ما بتعملي مثلا الفرخه على يوم هتعمليها على يومين. فاهمين الفكره ايه؟ فهي دي يعني هو ده الهدف، ان احنا ندخل الفراخ بشكل اكتر وفي نفس الوقت ترمي معانا اكتر. فالامانه انا يعني موضوع الهياكل ده بصراحه هو بالنسبه لي مش لذيذ، لكن انا بقول لكم انا شفت ناس بتعمل كده على اليوتيوب. ولكن يعني برضو ايه عشان يعني نبقى صراحه كده مع بعض، مش كل حاجه بنشوفها بتنفع، او مش زي ما قلت لكم كده اللي ينفع معايا ما ينفعش مع غيري والعكس صحيح. فموضوع الهياكل ده، الهياكل دي انت ممكن مثلا تعمليها مع ال الأجنحة، أو ممكن تعمليها جنب دبابيس. فاهمين الفكرة إيه؟ يعني الهياكل دي اللي هي إيه ممكن تبقى مصمصة كده، أو ممكن تسلقيها مثلا وترميها القطط مثلا جنب بيتك. إيه لو عندك انت بتربي قطط، لو في قطط مثلا على السلم عندك بره، اسلقي وحطيها لهم. لو موضوع الهياكل دي هتنفع مع حد زي كده ما نفع مع ناس مثلا انا شفت، اعمليها. انا بالنسبه لي بصراحه مش نافعه يعني لا يعني لا الموضوع مش جاي خالص بأمانة ربنا. ولكن هينفعك مثلا ان انت تعملي الأجنحة لوحدها، تعملي دبابيس لوحدها عادي، بنشتريها بأسعار خزعبلية من الشركات. يعني بيبقى الأجنحة لوحدها ودبابيس لوحدها، وبيتعمل بيها وجبات يعني ممتازة وحلوة. ف مفيش مشكلة، ممكن تعملي الأجنحة أو الدبابيس دي زي مثلا كنتاكي والكلام ده كله، وبرضه هتبقى أكلة حلوة جدا. بصوا هنا كده كنت خلاص كيست الأكلات، ظبطت كده كل كيس على قد الأكلة، تمشيني يوم تمشيني يومين على حسب ما انت عايزه. وعملت كيسه كمان للكبد والقوانص، ابقى في يوم كده مثلا اعملهم مع رز مثلا ببصل، وهيبقى تحفه. انا عامه بعشقه يعني الطبق ده. ممكن تعمليهم في طاجن فريك مثلا برضو بيبقى حلو جدا. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا ولو بحاجه بسيطه. وطبعا ما تنسونيش باللايك عشان هو ده دعمكم ليا، واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوا قناتي، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل اشعار بفيديوهاتي الجديده. واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.